الكرة اليمنية تدخل عصر الاحتراف العالمي في خطوة تاريخية تصنع فصلاً جديداً في مسيرة الرياضة اليمنية. أعلنت مصادر مطلعة عن توقيع الاتحاد اليمني لكرة القدم عقداً مع شركة تيمبو النمساوية تيمبو، الشركة العالمية المتخصصة في الملابس والمعدات الرياضية، لتصبح المورد الرسمي والموزع العالمي لأطقم المنتخبات اليمنية. هذه الخطوة تأتي بعد استبعاد الشركات السابقة التي كانت ترعى المنتخبات مثل أوفسايد وكاجوا، لتفتح صفحة جديدة من الاحترافية والتسويق الرياضي. شركة تيمبو التي سبق لها التعاقد مع الاتحاد الفلسطيني ونادي الزمالك المصري والدوري العماني ستتولى توفير كل ما تحتاجه المنتخبات اليمنية: تصميم وتوزيع وبيع القمصان والمنتجات الرسمية على مستوى عالمي لتصل إلى أوروبا، أمريكا، دول الخليج ومصر، وربط الجاليات اليمنية بهويتها الوطنية. كما تشمل الشراكة رعاية كاملة للكرات الرسمية وأطقم الحكام لمنافسات الدوري المحلي لأول مرة، مع اعتماد شعار الدوري اليمني، بالإضافة إلى اعتماد الطقم الثالث للمنتخب الوطني لتعزيز الهوية البصرية في المحافل الدولية. الاتحاد اليمني سيستفيد أيضاً من معسكرات تدريبية متكاملة في منتجعات شركة تيمبو بالقاهرة، التي تضم ملاعب دولية ومسابح وصالات حديثة ومراكز طبية ورياضية متطورة، لتوفير بيئة احترافية للمنتخبات الوطنية. الأمر الأكثر إثارة أن الدوري اليمني على أبواب الانطلاق، وهناك توقعات قوية أن تكون شركة تيمبو الراعية الرسمية للدوري، في خطوة قد تغير شكل المنافسات محلياً وتضعها على خارطة التسويق الرياضي العالمي. ورغم أن الشركة النمساوية لم تصدر بعد بياناً رسمياً لتأكيد التفاصيل، إلا أن كل المؤشرات تؤكد صحة الشراكة وتضع الكرة اليمنية في قلب المنافسة العالمية، حيث تتسابق فرق الكرة في اليمن نحو العالمية بخطوات ثابتة وسريعة. اليمن اليوم ليست مجرد مشارك في كرة القدم، بل دخلت مرحلة الاحتراف الحقيقي. كل مباراة وكل هدف وكل قميص يحمل هوية وطنية على الساحة العالمية، ورسالة مدوية إلى العالم أن الكرة اليمنية أصبحت قوة تستحق الاهتمام والتقدير الدولي. هذه هي لحظة تحول الكرة اليمنية، لحظة تؤكد أن المستقبل القريب سيكون تاريخياً، وأن اليمن على أعتاب عصر الاحتراف العالمي الكامل.